ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا النهارده قررت ان انا افاجئكم واجيب محتوى جديد، لان انا ما اتكلمتش بقالي كتير عن الالعاب عامه. جايب لكم اتقل 5 العاب في 2025 لو انت جهازك ضعيف وقرب منها انت جهازك هيولع عامة. تمام، فما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. ويعني انا بكرر للمرة التانية، لو جهازك ضعيف ما تقربش من الالعاب دي، يعني ما اشوفكش بعد ما اخلص الفيديو راح تجيب لي اللعبة دي وتشغلها على جهازك وفي الاخر يولع وانا السبب. تمام، انا ما اقبلش بالكلام ده. ومن غير رغي كتير بقى نخش في اول لعبة معانا، ذا لاست اوف اس 2 ريماستر. نزلت على البي سي اخيرا في 2025. الجرافيك بتاعها مش محتاج ان انا اتكلم عليه، انتوا شايفين قدامكم الجرافيك عامل ازاي. الريل تايم انيميشن، طبعا الريل تايم انيميشن دي حاجه في الجرافيك عامه خلى اللعبه تقيله جدا، تقيله قوي. انت متخيل انك عايز كارت زي الار تي اكس 3060 او الار اكس 6700 كحد ادنى، اللي هو اقل حاجه، انا بقول اقل حاجه باستهتار، فاهمني؟ يعني ده غير انك لازم يبقى معاك في رام مش اقل من 10 جيجا عشان تشتغل على الالترا بسهوله، الترا 1080 كمان. يعني مش بقول لك الترا 2K، انت متخيل؟ يعني انا لما جيت شفت اللعبه دي شفت الجرافيك بتاعها الصراحه، وكنت ناوي اجربها على البي سي بتاعي، بس قلت مش دلوقتي. تمام، انا بسجل فيديوهات وكده، ان شاء الله بعد ما اخلص نبقى نشوف الموضوع ده مع البي سي بتاعي. واللعبه كلعبه الصراحه هي جامده جدا، والجيم بلاي بتاعها جامد. يعني انا شفت الجيم بلاي بتاعها، يعني حاجات جامده. يعني الصراحه بنصح اي حد عنده الكروت دي يعني يلعبها. ونخش في تاني لعبه معانا وهي ستالكر 2. لعبه واقعيه جدا جدا جدا، يعني من اكتر الالعاب الواقعيه اللي انا شفتها حتى 2025. يعني الصراحه الاضاءه والطقس بتاع اللعبه اللي هو الجو يعني وكده، فيها دايناميك لايتنج وريت ريسنج تقيل جدا، مش اي كارت يعرف يشغله. فانا بقى دخلت وشفت السبيسيفيك، المواصفات اللي هي الريكومندد، مش اللي هي الحد الادنى، الريكومندد بس. لقيت كارت زي ال 4070. تمام، انا لما شفت الار تي اكس 4070 عامه في ريكومندد، مش اللي هو مثلا الحد الادنى، لا ريكومندد اللي هو هيشغلك اللعبه باستقرار، مش هيشغلك اللعبه بتقطيع، لا هيشغلك على ميديم باستقرار. انا لقيت الكارت ده وتلاقيت انك محتاج اجباري اس اس دي، ومحتاج اجباري 32 جيجا رام. انا يعني فكرت دقيقتين كده، هل انا كانسان طبيعي هنزل اللعبه دي على الجهاز بتاعي؟ انا قلت كده في نفسي، لا اي نعم انا شفت الفيديوهات على اليوتيوب وبحب الفيديوهات على اليوتيوب، وانا اختم اللعبه دي، بس هختمها على اليوتيوب. يعني ما ينفعش اشغلها على جهازي ليه؟ انا يعني عارف انت كانك بتجيب ملاك الموت لجهازك. لو انت جهازك ضعيف يعني، فانت هتجيب ملاك الموت للجهاز بتاعك بسبب اللعبه دي. فانت بلاش تهين نفسك وتهين الجهاز بتاعك علشان الجرافيك اللي قدامك ده. حرام حرام حرام، الكيس بتاعتك اعتبرها زيك بني ادم، فاعملها بما يرضي الله. بلاش بزخ ويعني قله ادب مع الكيس بتاعك. خش في تالت لعبه معانا وهي لعبه افاتار فرونت ريس اوف باندورا. طبعا دي نسخه 2025 انشانتر اديشن، يعني ده اللي انا شفته. يعني اللعبه دي يا جماعه نزل لها شويه تحديثات في الجرافيك خلتها يعني شبه الفيلم الواقعي بتاع افاتار اللي احنا كنا بنتفرج عليه ونقول واو، وانت متخيلين؟ والمشكله اللعبه دي عالم مفتوح، عالم مفتوح وفيها مؤثرات طقس ونباتات تفاعليه. يعني عارف انت النباتات اللي بتبقى في الارض دي نباتات تفاعليه، يعني بتروح وبتيجي وبتتعمل. كل ده كده على الجهاز بتاعك. انت متخيل؟ عالم مفتوح بقى، ويعني مؤثرات طقس زي الرعد والبرق والكلام ده كله على الكارت بتاعك. اللعبه دي عشان تشتغل 4K برجوله، عشان تشتغل 4K محتاجه كارت مش اقل من ار تي اكس 4080 او الار اكس 7900 اكس تي اكس. انت متخيل ان انا بتكلم على الكروت دي عشان تشتغل بس على 4K؟ اللي هو ده متطلبات. انت لو شغلت كارت اقل من كده انت رايح في الهويه. يعني لو جبت الجي تي اكس مثلا 1650، انا بتريق عامه، وحطيتها على اللعبه دي وشغلتها 1080، الكارت يا اما هيعمل حاجتين، يا اما هيولع جوه الكيس ذات نفسها، يا اما يعني من الاخر هو هيطلع من الكيس بنفسه. تمام، وهيقول لك انت راجل مش محترم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنتوا ناس وسخة. هو حل من الاثنين، بس هي بصراحه واحده من اكتر اللعب التقيله في التاريخ. بس نرجع للحقوق، اللعبه ممتعه. يعني انا لما شفت الجيم بلاي بتاعها، لا اللعبه يعني شدتني ان انا احملها. بس انا مش مجنون طبعا عشان احملها، انا هتفرج عليها بس العبها لا. انا يعني كنت زمان بعمل الموضوع ده في الالعاب اللي هي كنت بلعبها دلوقتي. انا كنت بختم اللعبه على اليوتيوب، وان شاء الله لما ربنا يكرم بقى باذن الله ابقى اجيبها على البي سي، لما ربنا يكرم كمان 5 6 سنين باذن الله. يعني المهم، يعني لو انت عندك بي سي قوي عامه حمل اللعبه دي وهتتبسط قوي يعني. ونخش بقى في
اللعبه اللي بعدها والكارثه البشريه اللي بقالها كتير قوي، سايبر بانك 2077. انا بتكلم عن اللعبه دي مع الاوفر درايف ابديت بتاع 2025. اللي عارف الاوفر درايف ابديت هو اللي هيفهم اللي انا بتكلم فيه. انت متخيل لعبه زي دي علشان توصل بس 2K 60 فريم محتاجه الار تي اكس 4080 بسبب تحديث واحد اتعمل؟ يعني كروت الجيل القديم مش قادره تشغلها حتى على لو بجوده كويسه. انا الصراحه لما شفت كروت زي الار تي اكس 2060 و3060 بيعانوا قصاد اللعبه دي في ال 1080 مع التحديث ده عامه، انا الصراحه يعني صعبوا عليا قوي. قلت ان الكروت دي ضعيف، بس افتكرت ان هي كروت قويه يعني بقيه الالعاب، لكن اللعبه دي سفاحه. اللعبه دي سفاحه يا جماعه، تمام؟ مش اي حد يشغل اللعبه دي. طبعا اللعبه دي جامده فشخ، يعني انا لعبتها ذات نفسي، تمام؟ بس يعني الحمد لله قبل التحديث ده ما يجي عامه يعني. بس ما انصحش اي حد ان هو يلعب اللعبه دي على التحديث ده بالذات، ويعني كارته ضعيف، ما يشغلهاش على جوده عاليه يعني. خليك في ال 1080، خليك بني ادم، فاهمني وكده. خش بقى في رقم 1، اللعبه الاتقل في التاريخ. طبعا انا دخلت سالت جوجل عليها مخصوص، اللعبه اللي حرفيا جوجل قال لي عليها ان هي مش مصممه للجيل بتاعنا. اللعبه لسه في مرحله البيتا او اللي هي النسخه التجريبيه بتاعتها، بس لما تيجي تشغلها، لما شفت انا البنش مارك بتاعها، لقيتها بتستهلك كل موارد جهازك. انت متخيل ان اللعبه دي محتاجه 64 جيجا بايت رام واس اس دي NVMe؟ طبعا الاس اس دي انواع، طبعا NVMe ده المفروض اعلى حاجه. انت محتاجه دول بس عشان تشتغل، لان من غير الحاجات دي، انا طبعا ما جبتش كارت الشاشه، كارت الشاشه اكيد مش هيقل عن الار تي اكس 4080. اللعبه من غير الحاجات دي هتبكي. انت متخيل؟ جوجل قال لي كده، قال لي اللعبه دي هتبكي. ولاحظ يا باشا ان انا بكلمك في النسخه التجريبيه، يعني انا ما كلمتكش حتى الان في اللعبه الكامله. اللعبه دي لما تصدر بشكل كامل انا ذات نفسي مش هجربها، واي واحد عنده كارت شاشه تمام عايز يفرمه تمام يجرب اللعبه دي، يعمل بنش مارك على اللعبه دي، لانك بتحمل مجرات وبتحمل جرافيك فضائي. انت بص، كارت الشاشه بتاعك هيقول لك ابراهيم ارحمني، لو الار تي اكس 5090 هيقول لك ابراهيم ارحمني، يعني بالمواصفات اللي انا شفتها كسبيسيفيك للعبه دي. فالمهم يا جماعه، انا تعبت وانتوا تعبتوا، انا عارف، من كتر الالعاب التقيله اللي على قلبي وعلى قلبكم. دي كانت نهايه الفيديو معانا. يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.